اسمحوا لي يا خوتي خواتاتي على هاد المشاهد المرعبة صراحة الله اللي كتألم القلب، واللي كنشوفوها صراحة اللي كتألم القلب بواحد الشكل كبير. كنشوفو كذلك إخواننا الجزائريين والإخوة واحد العبارة اللي دائما كنقولوها من تولدنا وحنا كنسمعوا واحد العبارة اللي هي أساسية ومهمة وحاليا باقي مخلودة في العقل ديالنا، اللي هي خاوة خاوة. كلمة خاوة خاوة، واش فعلا حنايا خاوة خاوة؟ لأننا كنشوفوا الجزائريين، كنشوفوا الجزائر من بعد ما تقصينا في الكوت ديفوار في كأس إفريقيا، كنشوفوا كذلك كيحتفلوا بواحد الاحتفالات اللي هي كبيرة بزاف، بحال اللي داروا واحد الإنجاز الكبير. اللي كنشوفوا واحد الاحتفالات واحد كبيره بزاف، كنشوفوا الشوارع عامره بزاف، وكنشوفوا الطوموبيلات كلاكسون الى اخره. علاش؟ لان المغرب تقسات. دونك شنو هو السبب اللي خلاهم يديروا هذا الشيء؟ شنو هو السبب اللي خلاهم يوصلوا لهذا المستوى؟ لا مستوى صراحه الله. هادشي كيألم القلب، لانهم كتشوف واحد خوك مسلم كيفاش كيتعامل مع الحياه، كيفاش كيتعامل مع اخ ديالو المسلم الاخر، ولكن كيبقى فيك الحال بواحد الشكل كبير. قبل ما نبداو الفيديو ان شاء الله باذن الله الاخوان، غادي نوريكم واحد اللافته اللي مزيانه تبارك الله الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. واحد اللافته اللي عجباني انا شخصيا. كنشوفوا كذلك عندما بعد ما حكيم زي اللاعب حكيمي ديالنا، من بعد ما تخسر، من بعد ما ضيع ديك ركله الجزاء، كذلك في النهايه ديال الماتش مشى عند الجمهور وقال لهم السموحات انا اسف على بسبب ضيعنا الماتش. وكذلك كنشوفوا كذلك اللافته ديال الجمهور نحو اللاعب، واحد اللافته اللي هي ايجابيه بالفعل، ما لمروش بالفعل، ما سبوش فعلا، ما قالش لا، ما عطاش واحد رياكسيون سلبيه، بالعكس عطاه واحد رياكسيون ايجابيه، عطاهم واحد عطاو كلمات اللي هي تحفيزيه، معليش اخويا زياد حكيمي. وكذلك في نفس الصدد ونفس الوقت كنشوفوا الجمهور ديال الجزائر من بعد ما جاهم واحد اللاعب جزائري الاسم ديالو على ما اعتقد ميندي، ومن بعد كيسبوه كيضربوه كيخبطوه بزاف ديال الحوايج من مجموعه ديال. تخيل معايا اللاعب في ديك اللحظه بالضبط كيفاش غادي تكون رده الفعل ديالو، كيفاش غادي تكون الرياكسيون ديالو، بانه هو في ديك اللحظه بالضبط خصو هو في حاجه ماسه للدعم للجمهور ديالو، خوتو المسلمين، خوتو بالضبط ديك الدوله. داكشي علاش كنشوفوا حاليا صراحه الله واحد المستويات بين الثقافه المغربيه والثقافه الجزائريه. كنشوفوا كذلك الشعب الجزائري والشعب المغربي كيفاش كيتعامل الشعب المغربي، كيفاش كيتعامل الشعب الجزائري بواحد التعامل اللي مزيان اتجاه اللعابه ديالو. كيشوفوا كذلك الشعب المغربي اذكى من الشعب الجزائري، لان الشعب الجزائري كذلك بعده اسباب اللي خلات واحد الشعب اللي غبي. وانا اسف على هذه الكلمه الاخوان، لانه واحد بروباغندا واحد التاثير اعلامي عندهم واحد كبير بزاف من الصباح حتى الليل، عندهم واحد التاثير كبير بزاف. المغرب القجع الكولاسه من الصباح حتى الليل، هما المغرب دائما كتحلم اي فرصه كما كانت النوع ديالها كيحاولوا يدمروا المغرب. والمغرب كذلك في نفس الوقت كتحاول تطور راسها اجتماعيا سياسيا اقتصاديا دبلوماسيا رياضيا. نشوفوا هذا الشيء كاين، وحنا الحمد لله كشعب مغربي مفتخرين بالفريق ديالنا، اخا بالرغم من خساره قاسيه على قلوبنا، ولكن كتبقى هذه كره القدم فيها خساره وفيها ربح، فيها ربح، فيها ربح. حقرونا في المباراة الأولى والثانية والثالثة، وعن طريق حرمان المنتخب الوطني الجزائري من ركلات ترجيح وعدم العودة إلى الفار. منتخب جزائري بمشاكل فنية وتكتيكية ومع ظلم تحكيمي خرجنا من الدور الأول، ومع كولسة كبيرة. وأيضا تم تمهيد الطريق بالكولسة للمنتخب المغربي عن طريق رئيس الاتحاد، رئيس الجامعة المغربية الأقجع. لكن يبقى دائما على قميص المنتخب الوطني نجمتين والأقجع في قميص منتخب نجمة واحدة. باي باي منتخب المغرب في هذه الدورة رغم كل الكولسة. جنوب افريقيا لعب من اجل العرب.